نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال اليومين الماضيين 9 هجومات على مواقع قوات الاحتلال المغربية حسب ما أفاد به البلاغ العسكري ال45 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأبرز البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجومات في مناطق دومس بقطاع البقاري، الغشوة وروس الفريرينة بقطاع السمارة، روس الشاذمية وتنوشاد وروس السبط بقطاع المحبس، وفدر التمات بقطاع حوزة، والثلاثيات بقطاع القلتة، وزمول خملة بقطاع مضريقة. وكان آخر بلاغ عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية خلال الساعات القليلة الماضية قد أفاد بتدمير القوات الصحراوية لرادار بشكل كامل بمنطقة تينيليغ بقطاع البقاري، في خطوة تعكس نقل المواجهات إلى مستوى آخر بحسب ما أوضحه عسكريون صحراويون للدولية. نفي أحمد محمد من مخيمات اللاجئين الصحراويين لإذاعة الجزائر الدولية.